وجود كلمه كتابه شعر. في ناس بتعلم علم العروض، في ناس بتعلم موسيقى الشعر، فلازم اللي هيكتب يكون عنده الحس الفني. انا عندي نوع الموهبه وعندي الاحساس الجميل اللي انا هبدا اكتب من خلاله، لا يبقى كده انا عندي جزء بنسبه 50-60%. انا لازم بقى اكمل ال 50-60% الثانيه اللي هو ايه بقى، اتعلم الاصول بتاعت الكتابه. فيما بعد هبقى ظهرت بالشكل ده. احنا النهارده عندنا فرص مش زي زمان. الناس الاول كانت بتقعد تكتب وتلعب بالقامات وعندهم جزئيه عاليه من الفنيه والكلام ده، ولكن ما كانش متاح ليهم الانتشار النهارده بوسائل اعلام او انترنت او كلام من ده. النهارده بقى متاح في 24 ساعه، زي الحاجه اللي كانت بتتكلم عن الباميه شوقتني، في 24 ساعه كانت تقريبا عبرت العالم كله. فليه ما نخليش بقى الناس اللي لها قيمه، اللي هي حد بيعمل موهبه معينه، ليه ما ندلوش القيمه بتاعته ونرفعه بالشكل الاعلامي المتميز؟ ليه ما نحطلوش الحته التعليميه المتميزه؟ ليه ما هو ده اللي احنا الشجره اللي عندنا لازم نديلها كل الحاجه بتاعتها. يعني عايزين نديلها ري، عايزين نديلها سنان، عايزين نديلها تغذيه، عاوزين نبص عليها في حاجه لازم نصلح ونظبط ونرتب عشان في الاخر خالص نلقى حاجه متميزه. ده عن التعامل مع المواهب. طبعا واجب ان احنا نشكر الاسره اللي هي بترعى الموهبه. لما يكون عندنا طفل صغير وعندنا ماما وعندنا بابا، لازم يكون عندهم حاجه مهمه جدا، يخلوا بالهم من الحته اللي طالعه عندهم دي. في الحاله دي احنا بنقول ايه؟ الام والاب اللي بيجتهدوا عشان ينموا هذه الموهبه، الناس دول عندهم حاجه جميله احنا بنقول لهم الف شكر عليها وعلى مجهودهم. ان هم ايه يعني بيسافروا من اماكن لاماكن وبيصرفوا فلوس وبيتعبوا وبيعملوا مجهود وبيضيعوا، مش بيضيعوا وقت، هم بس بياخدوا وقت من وقتهم بيمنحوه للموهبه، عشان ما ينفعش يكون ده بيضيع. الوقت ده مش بيضيع، ده الوقت ده بيستثمر. عشان بس نحط الكلمه في مكانها. لما نيجي نقول وقت مع ابني الموهبه، انا مش بضيعه، ده انا بستثمر وقتي في ان انا اطلع من اللي قدامي ده حاجه كبيره. فده مش وقت بيضيع، ده وقت بيستثمر، عشان بس ناخد ايه، ما نخلطش الامور ببعضها. دي حاجه مهمه. الحاجه الثانيه النهارده، وعشان نقول احنا جايين نعمل حاجه اسمها المؤتمر المصري الدولي الاول لدعم المواهب المتنوعه. احنا عندنا والحمد لله كتير جدا من انواع المواهب. عندنا المواهب الرياضيه، عندنا المواهب الفنيه، عندنا المواهب الادبيه، عندنا حاجات كتير جدا. المواهب الصناعيه، كل اللي بيقدر يعمل حاجه وينجز حاجه ويشغل دماغه ده موهبه. يعني طالما انا خرجت خارج الصندوق وبدات اعمل حاجه اتحرك من خلالها واجدد. انا لو بكتب شعر كل يوم مش هكتب قصيده وارجع اكتبها بكره وبعدين ارجع اكتبها بعد بكره، لا انا كل يوم بكتب حاجه جديده، حتى لو في نفس القصيده بكتب كلمه جديده. فاسمي جددت وعملت تحديث. هنبدا ننهي كلمه اللقاء بالترحيب بكم مره ثانيه، ونبدا نجهز نفسنا لاستقبال فقرات اليوم ان شاء الله. شكرا لحضراتكم.